صعد كاس افريقيا. طب وماله، ايه المشكله؟ ده المفروض ياخد كاس افريقيا، صعد كاس العالم، وماله؟ ده المفروض بقى يروح كاس العالم ويوصل المربع الذهبي والتصفيات بقت سهله. مع ولا ضد كابتن حسام حسن؟ كمل معايا لو سمحت الفيديو ده لحد الاخر. هجوم ضاري رغم انه عمل كل اللي مطلوب منه كابتن حسام حسن، لو كان اجنبي كانت شال على الاكتاف، لكن مش عاجب الناس اداء المنتخب فيه تكه عشوائيه. طيب كاس الامم اخر السنه، لا والله لو ما وصلش المربع الذهبي هنمشيه. طب تصفيات كاس العالم بقى، بما ان النظام بتاعها سهل والكلام اللي بنسمعه، اوكي. عد لي كم مره كنا في مجموعه صعبه طاحنه وبنأدي وما بنصعدش، زي مجموعه الجزائر ومودرمان والقصه دي، زي تصفيات 2002 ولما كان معانا الجزائر والمغرب والسنغال وكان ادائنا كويس وما صعدناش، زي طوبه زيمبابوي. طيب التصفيات اللي شغاله دلوقتي واحنا داخلين على الجوله العاشره، من اكبر المفاجآت خروج نيجيريا على ايد جنوب افريقيا وبنين، مش هنشوفها في كاس العالم. خلاص الراس الاخضر لاول مره في كاس العالم على حساب الكاميرون، دي في التصفيات دي. السنغال بتزاحم بقوه مع الكونغو الديمقراطيه بفرق نقطه، فاضل الجوله الاخيره هتبين، يعني لو السنغال اتعادلت والكونغو كسبت هتخرج بره. طيب كوت ديفوار في خناقه ضاريه مع الجابون بفرق نقطه، كوت ديفوار 23 والجابون 22، لو كوت ديفوار خيشت الماتش الجاي والجابون قدرت تكسب الماتش الجاي وسهل، ممكن نشوف الجابون في كاس العالم. دي مفاجآت برضو، كان ممكن الله لا يقدر ان بوركينا فاسو اللي مش عاجباك، في فرق في نفس كاتيجوري بوركينا فاسو خرجت فرق كبيره زي الراس الاخضر، خرجت الكاميرون. ده اللي بنتكلم عليه. كابتن حسام حسن مش عاجبك، ليه مش عاجبك؟ اداؤه ايجابي جدا، في عشوائيه بتقول طيب مش احسن ما كان يرجع يدافع ورا وما تجيبش اي اهداف؟ طب انت عايز ايه بالظبط؟ طيب اكيد هيعمل ماتشات وديه لاستعداد لكاس العالم، اكيد يعني اصبر، الفيفا ديت هيبتدي من نوفمبر، فالصبر. لو كان واحد اجنبي والله كنت شلته على الاكتاف ولا قدرت تتكلم، لكن عشان حسام حسن واقف في زور ناس كتير عشان بيشتغل من قلبه وبيسعى، خلينا نشوف النتائج. ما تستعجلش، انا راجل لا محتاج حاجه من كابتن حسام حسن، انا في ظهره، لان الراجل ده وهو من الواحد لما شجع كوره وانا عاصرته وهو لعيب الحمد لله بيشتغل بقلبه، عشان كده ربنا هيكرمه مع الجيل المحترم بقياده محمد صلاح ده. لو بتتابعني لغايه الثواني بشكركم جدا، كل التوفيق لمصر، سلام عليكم.